حلوة دي قامت تعجن في البدرية، والديك بيدن كوكو كوكو الفجرية. يلا بينا على باب الله يا صنايعية، يسعد صباحك صباح الخير يا استعطية. وهلت روايح الشتا بالحاجات الحلوة اللي احنا هنعملها دي. معايا كيلو من الدقيق، عليه حوالي 5 معالق من السكر وشوية من الملح وكيس من الخميرة و4 معالق من اللبن البودر. ولو مش عندي لبن بودر مفيش اي مشكلة، احط لبن عادي مفيش مشكلة. ونص معلقة من البيكنج باودر هي اللي كانت باقية في الكيس. وقلبت كل المواد الجافة بتاعتي كده في البولة بتاعتي او في الطبق بتاعي. هنعمل خليط النحل بطريقة حلوة جدا، هتعجبكم جدا، لان هي فعلا عجبتني جدا. كانت مفتحة من جوه وهشة وجميلة. يمكن اول مرة اعملها على القناة، بس انا عملتها قبل كده من قبل ما افتح القناة يعني وكده. المهم قلبت كل المواد الجافة بتاعتي، وجبت كوباية من اللبن من المية الدافية وعجنت بيها، لان طبعا الجو ساقعة والعجين بيقعد كتير عقبال ما بيخمر وكده. وبلاش موضوع المضرب ده، عشان بلاش الهطل بتاعي ده، يعني اعمله بايديكوا احسن. حطيت حوالي كوباية الا ربع من اللبن، وده اختياري، ممكن تعملها بمية برضو عادي. عملتها بالمية الدافية كده ماشي. واعمل بقى طبعا ملهاش مقدار، لان الدقيق في دقيق بيقبل مية وفي دقيق ما بيقبلش ومش عارف ايه، دي تبع راحتك انت بقى. قعدت ساعتين 2 ننفض في المضرب، لان طبعا خسارة مش هطلع فيه كل العجين ده يعني. ده كيلو الدقيق بقى ب16 جنيه والله. المهم جت نضفت المضرب بتاعه وكملت بايدي، النبي عربي يا جماعة. عملت بايدي حطيت المية اللي انا عاوزاها او اللي هتكفي العجين بتاعي. وما تنسوش نص كوباية من الزيت او الزبدة، بس انا عملت بالزيت بصراحة، هو اللي كان متوفر قدامي. كان عندي زبدة بس كانت في الفريزر يعني بصراحة. المهم هعجن العجين بتاعي وهلمه وهكون زي الفل. هحط حوالي نص كوباية من الزيت على العجينة بتاعتي، بس بعد ما تشرب الدقيق كده. وخلي بالكم ما تكتروش ميه، لان الزيت اصلا كمان بيطري العجينه معايا وبيخليها طريه كده. المهم عجنتها زي ما انتم شايفين، ما خدتش معايا 10 دقايق في العجين. جبت بقى ستريتش او كيس نظيف او مشمع او اي حاجه عندك، بس انا قلت يلا والله يا شيخه مش خساره فيها الاستريتش. قمت جايه حاطه قطعه من الاستريتش وجايبه فوطين نضاف او فوق او حاجه يعني تكون بتاعه مطبخ بس تكون نضيفه، وغطيتها بيها لان الجو ساقع وانا عاوزاها تخمر على طول وكده. اللهم صل على الحبيب المصطفى. كنت بتفرج على المسلسل وانا بعمل عادي يا جماعه، بسلي نفسي، انا اصلا شخصيه متقلبه يعني. المهم جبت فوطين نضاف وحطيتهم وغطيتهم، وجبت المفرش اللي هو البتاع ده السيليكون بتاعي. والعجينه بتاعتي طبعا قد ضعفت زي ما انتم شفتوها كده، بعد حوالي ساعه الا ربع او نص ساعه كده من العجينه. والعجينه بتاعتي خمره وزي الفل. بصوا ما تطلع معايا بكل سهوله، وخاصه ان انا مسحه البوله بتاعتي بنقطه من الزيت كده، بحيث هي العجينه بتاعتي بصراحه كانت طريه شويه، لان هي لانت مني شويه، بس ما اثرتش معايا. بالعكس هي اصلا العجينه لما بتكون طريه بتكون سهله جدا بتكون حلوه قصدي بعد ما تبططيها وكده. انا مش هقرصها، انا بس هقطعها كده وهسيبها. وبعدين ممكن الحشو بقى ده لحمه مفرومه، ده سوسيز، ده لانشون، ده جبنه، ده شوكولاته، ده اي حاجه انت عاوزاها بتحشيها. انا حشيت شوكولاته بس، وفي الاخر كده خلصت مني يعني. قلب الشوكولاته وكده حطيت قلب الشوكولاته ده بحوالي 15 جنيه، كان ب9 جنيه من كام يوم، النهارده ب15 جنيه. هتخلص مني. عملت كام واحده كده من الجبن. المهم ادهني المفرش زيت او الحاجه اللي انت هتعملي عليها زيت، عشان العجينه ما تلزقش منك. هقطع كل الكميه اللي معايا، ما خدوش وقت، انا عملتهم وانا واقفه. كيلو دي فرط معايا كتير جدا بجد، كانت تجربه ناجحه. زي ما قلت لكم انا عملتها قبل كده، بس بصراحه المره دي كانت طالعه معايا احلى من كل مره. جيت احاول اقطعها عشان ما تقولوش بايدك ومش بايدك وكده، بس ما عرفتش، لان هي كانت طيبه جدا، كانت طريه جدا يعني. المهم قطعت كل العجينه اللي معايا، وجبت الشوكولاته بتاعتي قطعتها مكعبات. قسمت المكعب 2 كمان عشان تكون تكفيني كل الكميه، لان هي بصراحه انا كنت عاملاها صغيره، وكانت عاوزه شوكولاته كتير وبتاع. ممكن تعملها لولادك وهما رايحين مدرسة بدل السندوتشات والمربى، وممكن على فكرة تحشيها كمان مربى
اهو قطع الشوكولاته كده، قسمت المكعب 2 وعملت لها سره، وجبت صينيه ومعصتها زيت اهو زي ما انتم شايفين. قسما بالله ما اخدت اي وقت، انت كانك اصلا بتقرصي لسه بقى وهتبططي وكده. حاولي تضيقي بحيث ان هي لما تخمر او ترفع معاكي شويه تديكي شكل خلية النحل زي ما هي اسمها على اسمها يعني. فاهمين قصدي يعني. المهم اللهم صل على الحبيب المصطفى. لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تحطي لي لايك وتكتبي لي كومنت شكلك. اهو الشوكولاته بتاعتي اهي مكعبات كده، وانا بقطعها بصراحه 2، والمفروض الاصلح ان انا كنت حطيت المكعبه بحالها، بس كنت هحتاج واحد كمان وانا ما كانش عندي. المهم جت مكة بقى طبعا جنبي اكلت نص الشوكولاته اصلا حاف، مع ان هي شوكولاته خام اصلا من بتاعه المعجنات. عملت كل الكميه بتاعتي كده، عملوا لي كتير بصراحه ما عدتش. اخر صفه دي كده اللي كانت جبنه عبوره عادي خالص من اللي عندي، ونزل عليها بشويه من السمسم. بس قبل ما تنزل عليها بشويه من السمسم عصي الاول وشها وشها بلبن كده او بصفار بيضه. بس انا بصراحه ما بحبش البيض طالما كده كده ملوش لازمه في قلب الخليط بتاعي، فبرجح بداله اللبن، وخصوصا ان النتيجه واحده في الاخر. المهم نزلت عليها برشه من اللبن كده، مش رشه يعني بالفرش، حاجه بسيطه كده من اللبن، وحاولي ما توقعيش عشان ما تحرقيش الصينيه من تحت وكده. وبعدين هنزل كمان عليها برشه من السمسم وشويه من حبه البركه، ودي اختياري، وممكن ما ترشيش حاجه خالص ودي برضو اختياري. المهم اللهم صل على الحبيب المصطفى. في الوقت ده بقى هتعملي ايه؟ هتكوني مولعه الفرن، لان هي تخش على فرن حامي، لان هي زي المعجنات العاديه او المخبوزات اللي احنا بنعملها يعني في الافران وكده. نزلت عليها بقى بشويه من حبه البركه كده. تكتري او ما تكتريش دي حاجه ترجعلك. طبعا كنت مسحته كله بقى باللبن، فان شاء الله الوش بتاعه يكون جميل جدا، وخاصه كمان لو عندك فرن بالمروحه هيكون احلى كمان في التسويه بتاعه الحلويات والكلام اللي زي كده، المعجنات يعني وكده. على فكره سهله جدا، ممكن تقومي تجربي في نص كيلو من الدقيق وهتعجبك. واي حشوه عندك هتعمليها، بدل ما تعملي لولادك سندوتشات جبنه هتعملها لهم سندوتشات برضو بس على شكل تاني. بنتي نايمه وبتتخانق وهي نايمه. حطيتها في الفرن، ما خدتش كام دقيقه في قلب الفرن، هي اصلا بتاخدش وقت. على فكره لونها في الحقيقه احلى من كده، بس انا الفرن بتاعي الله يسامحه بقى واحد جه يعملهولي بوظهولي يعني. نزلت برشه من الميه، ودي اختياري، بتديكي لمعه كده للعيش بتاعي او اي مخبوزات عامه بتعمليها يعني. مش بلاش تنزلي عليها بكيسه، لان طبعا لو نزلت عليها بكيس او مشمع هتبقى قدامك عجينه عجينه عجينه. نزلت عليها بفوطه بس ان هي ترد البخار بتاعها فتطرى مني وتنها طريه وكده. في الوقت ده بقى يكون عندك عسل ابيض تمام، هيكون عندك سيرم تقيل تمام، هيكون عندك قشطه تمام، قشطه بوك اللي هي بتيجي جاهزه دي. الحاجات دي كلها مربى برضو تمام اللي انت عاوزاه. انا ما كانش عندي فعملت شويه، حطيت حبه سكر على حبه ميه كده على البوتاجاز في ثانيه في ثانيه يتعاملوا عقبال ما هي طلعت من الفرن، وعوزت وشها كده عشان تديني اللمعه الجميله والطعم الجميل. حتى لو حاطه من جوه جبنه او لحمه او كده برضو اعملي كده وما تخافيش، مش هتاثر على الطعم، لان انت مش بتحطي كتير، انت بس بتوصي الوش بتاعها. شايفين الفرق ما بين دي وما بين دي بتلمع، الصغيره المدوره دي بتلمع ازاي، والتانية دي مش بتلمع. هتلمع دلوقتي لما اعملها زيها. عاوزه اقول لكم كانت طعمها وهم ومورقه، هتشوفوها دلوقتي بالرغم ان هي كانت سخنه بس كانت جميله، والشوكولاته سايحه فيها من جوه وزي الفل. هو ده الشتاء، وهي دي روايح الشتاء الجميله اللي احنا بنفتقدها يعني وكده. المهم دي المنظر اهو بتاعت خلية النحل بتاعتي. عملت صينيتين 2، واحده مدوره والتانية مربعه، وهم دول اللي كانوا عندي عامه يعني، مش مختارهم ولا حاجه، هم دول اللي كانوا قدامي فشدتهم. بصوا عاملين ازاي، بألف انا وشفا للي كان له نصيب فيه وكل منه بجد. فكرة ناجحة، وكيلو دقيق عملنا منه عظمة، عملنا منه كمية كبيرة جدا تكفي كل الأسرة لو انت أسرتك كبيرة. هوريكم دلوقتي واحدة منهم يعني، وانا بطلعها كده طلعت معايا بسهولة جدا وكانت سهلة معايا وبصوا يعني بجد بجد تستاهل منكم لايك، وانتوا برضو اللي تحكموا ان هي تستاهل لايك او ما تستاهلش لايك. بصوا من جوه عامله ازاي، مفتحه وجميله جدا وسايحه نايحه في نفسها كده. وممكن تحشوها جبن موتزاريلا والحاجات برمجيه والحاجات الغريبه اللي احنا بنسمع عنها اليومين دول دي.
كنت باخد الصورة المصغرة بتاعت القناة بتاعت الوصفة بتاعتي. وكده يكون الفيديو بتاعي خلص. لو وصلت معايا لحد هنا حطيلي لايك وشير وسبسكرايب للقناة وكومنت حلو شكلك كده يا ست الكل. ويا رب يكونوا استفدتوا مني ولو بحاجة بسيطة، وربنا يحسن ما بين ايديكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا كنت بفتح واحدة تانية، واللي انا بفتحها باكلها، يعني انا بفتح وباكل على طول، مفيش اي مشكلة. مكة في الوقت ده ما كانتش هنا، كانت تحت. ودي ام جبنة هي برضو كنت بوريها لكم ازاي مفتحة من جوه وجميلة بجد، بألف هنا وشفا. مع السلامة.